السلام عليكم أعزائي مشاهدي متابعي قناة أصل الحكاية في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة معايا أخبار مهمة جدا وخطيرة طالعة منين؟ طالعة من الحرب الروسية الأوكرانية. وأنا دايما كنت لما أتكلم معاك في الحرب الروسية الأوكرانية دايما بتكلم معاك في الشق العسكري. فالنهاردة هتكلم معاك في شق جديد هو الشق الاقتصادي مش الشق العسكري. الشق الاقتصادي لأنه أخطر من الشق العسكري، والشق الاقتصادي خصوصا لأن الدول الغربية عايزة تحط سقف سعر للنفط والغاز الروسي. الشق الاقتصادي أخطر لأن هو اللي ممكن من خلاله الحرب دي تنتهي تماما، لأن الغرب عايز يحط سقف سعر للغاز والنفط الروسي فيخلي الفوائد بتاعة البترول أو الغاز ضئيلة جدا بالنسبة للروس، فالروس ما يقدروش يصرفوا على الحرب الروسية الأوكرانية. ودلوقتي هتكلم معاك إيه اللي حصل بالظبط في اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي عشان يحددوا سقف سعر للغاز والبترول الروسي. الحقيقة كنت كلمتك على إن الجي 7 أقوى 7 اقتصاديات في العالم، اللي هي اليابان وأمريكا وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإنجلترا، قالوا إن هم عايزين يحطوا سقف سعر للغاز الروسي. واتكلمت أنا معاك في حلقة سابقة وقلت لحضرتك إن هم عايزين يحطوا سقف سعر من 60 ل 65 دولار، وإن شايفين إن ده أنسب حاجة يقدروا إن هم يعملوها في الفترة دي. وقلت لحضرتك إن الخطوة دي خطوة غير مدروسة تماما من الجي 7، لأن مش عارفين تبعياتها هتكون إيه، خصوصا إن هم ما درسوش القرار ده كويس جدا، لأن روسيا هددت ونددت إن لو حصل كده هتسحب النفط بتاعها من السوق، فبالتالي الموضوع هيكون كارثي. الحقيقة حصل الاجتماع وما بين الجي 7 وأقروا إن هو يكون من 50 ل 65 دولار، وقالوا إن إحنا هنجيب بقى إيه رؤساء الطاقة في الاتحاد الأوروبي علشان خاطر يبدأوا إن هم يطبقوا القرار. الحقيقة الاجتماع ده حصل النهاردة، والاجتماع ده حصل فيه مفاجآت كارثية. عايز اقول لحضرتك ان المانيا من دول الجي 7 اول دولة اعترضت على القرار. انت متخيل؟ وقالت لك ان القرار ده اساسا غير مدروس، وان القرار ده لازم عشان يتطبق مش هنعرف ايه اللي هيحصل او ايه النتائج المترتبة عليه اساسا. عايز اقول لحضرتك حاجة كمان مهمة جدا، اليونان اعترضت على الموضوع ده جدا، وقالت ان الاسطول بتاعي من اكبر الاساطيل اللي بتنقل النفط الروسي. وروسيا قالت لو دولة طبقت القرار ده، طبعا احنا عارفين ان بوتين طلع وصرح وقال ان اي دولة هتطبق القرار ده انا مش هودي لها الغاز الروسي او البترول الروسي وهقطع عنها اي امدادات من روسيا. وروسيا قالت ان لو حصل كده مش هتديني النفط، فبالتالي ده مضر بمصلحتي، انا مش موافقه على القرار والقرار ده غير مدروس. كذلك قبرص نفس الكلام، كذلك مالطا نفس الكلام، واعترضوا اعتراض شديد جدا. جت المانيا وفرنسا اللي هم اساسا في جي 7 اللي هم مخططين اساسا اعترضوا هم كمان، قالوا احنا ممكن ان احنا نخفض العقوبات شويه. يعني كانوا بيقولوا ان شركات التامين مش هتامن على النفط الروسي، وان السفن بتاعتهم مش هتنقل النفط. قالوا لا، ده احنا نقلل الايه العقوبات شويه. فانا عايز اقول لحضرتك هنا ان الدول دي مش دارسه القرار ده نهائيا. القرار ده غير مدروس اساسا، ومش عارفين عواقبه هتكون ايه، ولما روسيا تسحب النفط اساسا من السوق ايه اللي هيحصل. اساسا اسعار النفط كده كده بتنزل، يعني اللي انت شايفه كنا بنتكلم اول امبارح واول على ان اسعار النفط بدات تعلى. اسعار النفط النهارده بدات تنزل وتنخفض نهائيا، يعني سعر البرميل النهارده 84 دولار، كنا بنتكلم في 98. من 70 هم تحددوا ان السعر يكون 70 دولار، ما فرقتش كتير. جت بولندا بقى
اعترضوا وقالوا يا جماعه ده انتوا كده ايديكم فرطه قوي على روسيا. ازاي؟ قالت المفروض ان الغاز الروسي، البترول الروسي يكون ب 30 دولار. انتوا كده بتوفروا لروسيا مكسب. احنا ازاي بنفرض عليها عقوبات وبنوفر لها مكسب؟ احنا المفروض الغاز البترول الروسي يكون ب 30 دولار. فالقرار يا جماعه غير مدروس نهائيا، غير متقن اساسا. وانا بقى حابب اقوله لك وافاجئك بيه ان الاجتماع ده فشل. والاجتماع ده شفنا فيه حاجه مهمه جدا. الخلافات اللي في الاتحاد الاوروبي صوتها علا وبدات تبان، وكل دوله خايفه على مصالحها وخايفه على نفسها. وعايز اقول لحضرتك ان الحكومات كلها خايفه على نفسها، بمعنى انا مش هاخد قرار اضر بيه نفسي. الجماعه دول طلعوا وعايزين ياخدوا قرار وخلاص. ايه اللي هو اخد قرار وخلاص ده؟ طب عواقب القرار ده هتكون ايه؟ على فكره ده اخر حل في ايد الدول الغربيه، لو طبقته هتقدر ممكن انها توقف الحرب دي، بس هي مش قادره انها تطبقه خوف من العواقب بتاعته. الاجتماع فشل، وفشل نهائيا كمان، زي حضرتك كده بالظبط هتشوف معايا في الفيديو. تحديد سقف لأسعار الغاز أثبت أنه موضوع متفجر بين وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بسبب اختلاف المقاربات فيما بينهم، فمنهم من لا يريد تحديد السقف لكي لا تهرب العروض إلى دول أخرى، ومنهم من يريد تحديد سقف أوطأ أو وفقا لشروط أخرى. اختلاف المواقف دفع المفوضية الأوروبية إلى وضع سقف لم يرضي أحدا، فعاد السجال ليتجدد بين وزراء الطاقة. هتقول لي ان الخلافات دي هي السبب في فشل الاجتماع؟ هقول لك الحقيقه مش الخلافات بس، الحقيقه حصل كام عامل كده مهم في وقت الاجتماع خلى الهرجله دي كلها تحصل. وهو ان سعر البترول اساسا عمال ينزل. طب سعر البترول بيهبط ليه؟ اقول لحضرتك ان الصين اعداد كورونا فيها بقت متوحشه. يعني انا عايز اقول لك الصين بتسجل في مدينه واحده في اليوم 31,000 اصابه. انت متخيل؟ فالصناعات اساسا في الصين، يعني عمليه الحجر الصحي بقى هيقفلوا المدن وكده، فبالتالي الصناعات المحليه، الناتج المحلي الصناعات المحليه هيقل. فبالتالي كده كده البترول بينزل مع الركود اللي حاصل في اقتصاديات العالم، مع اساسا الوضع في اوروبا زي الزفت، فالبترول بيهبط. فوزراء الطاقه شايفين ان كده كده اساسا البترول بيهبط، فلما نتفق ان هو 70 دولار من 80 مش هيفرق كتير قوي يعني لروسيا، ان كده كده اساسا السعر بيهبط. فالعوامل دي ادت لفشل الاجتماع. بس في حاجه مهمه جدا لازم نركزوا عليها، وهي ان الخلافات في الاتحاد الاوروبي علت. وكون ان الاجتماع ده يفشل ده انتصار لروسيا، رغم ان هو انتصار غير مباشر بس انتصار لروسيا. بس في شعاع نور بدأنا نبص عليه، وهو ان الدول الغربيه والاتحاد الاوروبي بدأوا يبصوا على ان هم يحطوا سقف سعر للغاز الروسي. بعد الكلام ما كان تحت الترابيزه بقى الكلام علني، وبقى بيتفتح فيه علني. عايز اقول لحضرتك ان الاجتماع ده قالوا ان هم هيعقدوه، ان هو فشل مره، فقال لك ان هم هيعقدوه في منتصف ديسمبر عشان ياخدوا قرار في ان يحطوا سقف سعر للنفط الروسي. والنهارده برضو عايز اكد لك على حاجه مهمه جدا. روسيا مخليه الوضع في اوكرانيا صعب جدا للمعيشه. روسيا كل يوم بتضرب هجمات هائله جدا على البنيه التحتيه. عايز اقول لحضرتك ان اوكرانيا بقت ضلمه. الوضع بقى في اوكرانيا صعب جدا، لان ما عادش ينفع او يصلح للسكن او المعيشه نهائيا للمواطن هو يقدر يعيش في اوكرانيا. طبق استراتيجيه ان هو يخلي اوكرانيا تستسلم غصب عنها.
بمعنى ان هو لما اوكرانيا ما تصلحش المعيشه زي ما احنا شايفين كده، خلاص احنا دخلنا ان التلج خلاص بقى بيتساقط بكثره وبغزاره، وان مفيش تدفئه اساسا في اوكرانيا، فالوضع هيبقى صعب. هيبقى فيه لاجئين كتير جدا على بولندا، وهيزداد عدد اللاجئين في الدول الاوروبيه، فبالتالي هيمثل ده ضغط على الدول الاوروبيه اساسا. ومعنى كده انه هيخلي السكان تجلي اوكرانيا، فبالتالي يكون هناك مساحه للجيش الروسي ان هو يقدر يقذف في كييف زي ما هو عايز، ويستولى على كييف، ويقدر ان هو يحقق اهدافه اللي هو عايزها. عايز اقول لحضرتك ان القصف الروسي بقى غريب جدا وقوي جدا الفتره دي. اوكرانيا زي حرب خطيره جدا، حرب مش على المستوى الاقليمي ما بين روسيا واوكرانيا، حرب تداعياتها على العالم كله. الكل خسران في الحرب دي. الحرب دي حرب استنزاف من الدرجه الاولى، سواء كانت للدول الغربيه او لروسيا نفسها، او ما بين روسيا واوكرانيا. انا عايز اقول لحضرتك ان الحرب دي كل يوم بتاخد منحنى جديد تماما، وبيبدا فيها فصل جديد تماما، وبيحصل فيها عمليه تصعيد خطيره جدا، لان الاوضاع اللي الحرب دي بتروح ليها غير طبيعيه، حرب عجيبه جدا. اتمنى ان حلقه النهارده تكون عجبت حضراتكم. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه.